كلنا سمعنا جملة إن أبل لما بتنزل أيفون جديد بتبطئ الأيفونات القديمة عشان الناس تسيبها وتشتري الأيفون الجديد. تفتكروا الجملة دي فعلا صح ولا لأ؟ وعشان كده أنا عملت الفيديو بتاع النهاردة، وخصوصا إن في معلومة اكتشفتها النهاردة بالصدفة هي اللي خلتني أعمل الفيديو ده أصلا، لأن بجد أنا ما كنتش مصدق اللي أنا شايفه قدامي، وخليكم معايا عشان تعرفوا هي إيه. بس الأول أنا إزاي هختبر حاجة زي دي؟ والإجابة كانت من الفيديوهات بتاعتي، لان انا في كل سنه لما باجي اعمل انطباعاتي الاوليه بقارن التليفون الجديد بالتليفون القديم على جيك بنش واشوف فرق السكور عامل ازاي. فجمعت كل البيانات بتاعتي وحطيتها في جدول عشان اشوف فرق السكور بتاع كل تليفون من بدايه ما استخدمته لحد بعد سنه من استخدامه. وخلي بالكم من حاجه، انا الايفونات بستخدمها كتليفوني الاساسي، واستخدامي ليها كان استخدام تقيل جدا، وبعد مرور السنه من استخدام التليفون صحة البطارية بتوصل ل 93 و 94%. يعني المقارنة دي أصلا ما بين تليفون صحته 100% وتليفون صحته 93%. يعني احتمال كبير جدا لو التليفون كان فضل صحته 100% الأرقام دي هتكون متغيرة عن كده. وتعالوا نبص على الجدول ده، واول حاجه خدت بالي منها هو السكور بتاع الايفون 12 برو ماكس. بعد سنه السكور بتاعه فعلا قل، بس قل كام؟ التليفون قل 10 في السنجل كور و13 في المالتي كور. ولو بصينا على 13 برو ماكس فالسكور بتاعه زاد حاجه بسيطه برضه، 5 في السنجل كور و53 نقطه في المالتي كور. دي ارقام مش كبيره، لكن لما نيجي نبص على ال 14 برو ماكس التليفون قل 9 نقط في السنجل كور وزاد 529 نقطه في المالتي كور، وده مش رقم صغير خالص. واللي ابهرني بقى اكتر من ال 14 هو ال 15 برو ماكس، لان التليفون في السنجل كور زاد 668 نقطة وفي المالتي كور زاد 1098 نقطة. والارقام دي مش صغيرة خالص، الارقام دي ممكن تكون الفرق اصلا ما بين جيل لجيل اللي بعده، وكل ده حصل في مجرد تحديثات سوفت وير على نفس التليفون اللي صحة بطاريته اصلا بقت ضعيفة عن اول ما بدأنا الاختبار ده. واخر تليفون معانا هو 16 برو ماكس، وده السنجل كور بتاعه زاد 141 نقطة والمالتي كور زاد 540 نقطة. فبالارقام جملة ان ابل بتبطئ التليفونات القديمة عشان تشتري تليفون جديد بعيدة كل البعد عن الصحة. ودي اول نقطة معانا في الفيديو. تاني نقطة، ابل اصلا ايفوناتها اشتهرت ان عمرها طويل لانها بتدعم كل ايفون على الاقل 7 سنين من تحديثات السوفت وير، ودي حاجه ما كانتش موجوده في اندرويد، واللي بداوا يعملوا كده في اخر سنه او اخر سنتين. فتفتكروا ابل لو كانت عايزاك ترمي تليفونك القديم عشان تشتري تليفون جديد، ايه اللي هيخليها تدعم الايفون 11 برو ماكس لحد دلوقتي في السوفت وير اي او اس 26؟ وتالت واخر نقطه هتكلم فيها، ودي اللي فيها اصلا حاجه ابهرتني جدا وهقول لكم عليها، هو الابل كير. ابل كير هو الضمان الزياده اللي انت بتشتريه مع اجهزه ابل عشان يحمي لك الجهاز بتاعك لمده سنتين ضد اي حاجه تحصل له. ومن خلال ابل كير تقدر تبدل البطاريه من ابل نفسهم ببطاريه اصليه ب $27 بس. وممكن التليفون بتاعك لو اتدغدغ واتكسر وما فيهوش حاجه سليمه هتبدل التليفون كله وهتدفع $100 بس. وطريقه ابل كير كمان اتحسنت في السنين اللي فاتت لحد اللي انا اكتشفته النهارده، لان ابل كير زمان كان بيبدلك التليفون لو اتدشمل مرة في السنة، يعني مرتين في السنتين، وبعد كده السياسة بتاعته اتحدثت وبقت مرتين في السنة. ودلوقتي تقدر تبدل التليفون بتاعك لو اتكسر عدد لا نهائي من المرات في السنتين اللي انت بتشترك فيهم. واللي انا اكتشفته بقى النهاردة ان دلوقتي بقى في اختيار ان انت تجدد الضمان بتاعك على التليفون. يعني انا كان معايا الابل واتش الترا 2 والايفون 15 برو ماكس، يعني خلاص الاجهزة دي عدى عليها السنتين، فمعنى كده ان ابل كفرج بتاعتهم خلصت. طلع لي النهارده نوتيفيكيشن على التليفون ان انا اقدر اجدد الضمان على التليفون وبنص المبلغ بتاع الضمان الاصلي. ايه اللي هيخلي ابل تعمل كده لو هي فعلا عايزه الناس ترمي تليفوناتها القديمه عشان تشتري تليفوناتها الجديده؟ ايه اللي هيخليها اصلا تزود الضمان عشان تليفونك يبقى محمي لسنتين كمان بعد ما الضمان يخلص؟ طيب ايه اللي خلى الناس تقول اصلا ان ابل بتبطئ التليفونات القديمه؟ والاجابه هي البطاريه. لان التليفون كل ما البطاريه بتاعته بتقدم وكل ما الاداء بتاعها بيقل، كل ما اداء التليفون بيقل عشان يحافظ لك على البطاريه. والتليفون فعليا لما بينزل عن ال 88% من صحه البطاريه الاداء بتاعه بيبقى ضعيف، واداء البطاريه كمان نفسه هيبقى ضعيف. ودي تقريبا المشكله الوحيده اللي في ابل، انها ما بترضاش تبدل البطاريه عندها غير لما صحه البطاريه تنزل على ال 80%. لكن هو فعليا التليفون حالته ما بتبقاش احسن حاجه لما البطاريه بتنزل عن 88 او حتى 85%. فانت لو معاك تليفون ومدعوم في السوفت وير جديد غالبا انت مش محتاج تبدل التليفون، انت محتاج تبدل البطاريه. وتفتكروا اصلا ابل فعلا مش عايزه الناس تشتري تليفوناتها الجديده؟ اكيد عايزه الناس تشتري تليفونات الجديده، امال هتكسب ازاي؟ هي لو تقدر كل الناس اللي مستخدمين الايفون يجيبوا 17 هيعملوا كده، بس هي الحقيقه الناس هي اللي عايزه تشتري التليفون الجديد. وليه رايكم ايه في الكلام اللي انا قلته؟ هل انتم متفقين معايا ولا لا؟ تعملوا لايك وشير، تابعوني
شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.